تخيلوا ان المكان ده اكبر سوق جمال في مصر، وهو المكان الوحيد اللي موجود في مصر. في اماكن بتتشهر باسمها واماكن تانية معروف اسمها حتى للي عمره ما راحها، وبرقاش واحده من الاماكن دي. يلا بينا. النهارده بقى احنا في قريه من القرى اللي انا كنت متشوق جدا ان اجي ازورها، برقاش، مركز منشيه القناطر، محافظه الجيزه. واول ما حد يقول برقاش ناس كتير على طول تفتكر سوق الجمال. تخيلوا ان المكان ده اكبر سوق جمال في مصر، وهو المكان الوحيد اللي موجود في مصر. يعني اي جمل انت بيوصل لك في اي مكان بيبقى خارج من هنا، من سوق الجمال في برقاش. السلام عليكم. السلام ايه ورحمة الاخبار؟ الله وبركاته باشا. عامل ايه؟ كله تمام؟ احنا هنا في اكبر واشهر سوق جمال في مصر. قول لي كده، انت منين؟ أنا من جنب من اجدع ناس الجنويه. بقالك قد ايه في سوق الجمال؟ وزي ما احنا شايفين مجمع طراخيص برقاش، المجمع ده مشهور جدا على مستوى جمهوريه مصر بحالها جنب سوق الجمال. برقاش قريه تاريخها قديم، واسمها بقاله سنين طويله معروف بين الناس، ومع مرور الزمن بقت واحده من اشهر قرى الجيزه. اجيال ورا اجيال اتربت هنا، وكل واحد ساب بصمته في البلد دي. واول ما تمشي في شوارع برقاش هتحس بالحركه، ناس رايحه على شغلها وتجار واصحاب ورش ومزارعين، كل واحد بيجري على رزقه بالحلال. واهل برقاش بقى معروفين بالجدعنه والاصول والكرم اللي يخلي اي ضيف يحس ان هو في وسط اهله. واللي يميز برقاش انها خرجت ناس كتير ناجحه في مجالات مختلفه، وكمان فيها شباب بيجتهد كل يوم علشان يبني مستقبل. خرجت دكاتره ومهندسين واساتذه، كل واحد بيرفع اسم بلده بطريقته الخاصه. اما المتداول بقى هنا في اسم القريه، انها زمان كانت اسمها بير جاش، على اساس ان في حد زمان كان عامل بير ميه كانت كل الناس بتشرب منه، كان اسمه جاش، فاتسمت بير جاش. مع الامر بقت برجاش على اساس الراجل ده. فلو تعرف برقاش ليه اتسمت بالاسم ده اكتب لنا في الكومنتات. يلا بينا نكمل. في حاجه مهمه لفتت نظري وانا بقرا تعليقات الناس في الكومنتات عن برقاش، ان برقاش من القرى اللي فيها اهتمام كبير بحفظ القران الكريم. ومن العبارات الجميله اللي موجوده هنا: انتم امل المستقبل وقادته، التفوق بيبدا بخطوه، والنجاح رحله، والكتاب خير الصديق. الازهر الشريف مناره العلم والعلماء في كل مكان. هتلاقي بقى هنا شباب وبنات سنهم صغير جدا حافظين كتاب ربنا، وده شيء يستحق كل الاحترام والتقدير. تعالوا بينا. السلام عليكم. ما شاء الله، يعني الاولاد عندهم طاقه روحانيه غير الحمد لله طبيعيه. من فضل الله. عندنا دار رواقي الازهري بنقبل فيه الطلبه بفضل الله، يعني من اول سن 5 سنوات و6 سنوات اللي يكون بيعرف يقرا ويكتب كده، ودي تابعه للازهر، والاولاد بيحفظوا بفضل الله وعندهم شغف لحب القران يعني. علشان كده برقاش اتسمت باهل القران. نعم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله